السلام عليكم، عاملين ايه يا اخوات؟ رب دايما تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن تالت فيديو في سلسلة التعديل على النسخ. تمام. هنتكلم النهارده عن تغيير الوان الخلفية اللي هي دي كده. تمام. والزراير اللي هي اللي هي زي كده. تمام. الخلفية اللي هي زي الخصية كده. تمام. والحاجات اللي هي زي كده بقى. واللون ده مثلا كده، فاهم؟ برضه الحاجات دي كده، ده كله تبعنا. تمام. ف هنخش كده. طبعا الشرح اول مرة على اليوتيوب. تمام. طبعا الشرح ده هيكون اول مرة على اليوتيوب. اول مرة على اليوتيوب ازاي؟ طب ما في ناس كتير منزلاه. لا، الناس كتير اللي منزلاه ديت بتنزل لك ملف واحد وتحطه في الدرو ابل وتعمل وتفضل بقى تختار في لون عشان يمشي مع اللون، الخط الابيض اللي في الدارك والخط الاسود اللي في اللايت، وتفضل تعمل في اللون 50 سنة. لا، احنا بقى اول حاجة هي حتة تركية صغيرة كده. هتضيف ملف تاني. تمام. هتظبط اللونين، هيكون عندك لون في الدارك ولون في اللايت، هتبقى حاجة حلوة. تمام. هتخش كده على الريس درو ابل. تمام. تخش على درو ابل. تمام. تطلع كده على الملفات، يعني ممكن تخليه برضه في الدرو ابل 1. تمام. بحيث انت مش تيجي تدور عليه السنين عبال ما تلاقيه. درو ابل. تمام. شرطة فيرجن 1. تمام. فيرجن 2 مش حوار، اي فيرجن وخلاص. درو ابل فيرجن 2 هتلاقي تحت كده. تمام. هتخش عليه وتروح جاي ضيف الملف رسمهولك. تمام. داونلود الملفات. مش يعني عاوز ده كلها ملفات عايزة تنزل. يعني ده كلها شروحات، فاهم ازاي؟ ملفات مش مع اي حد، يعني الحاجات في حاجات منها قديمة، في حاجات جديدة طبعا. تمام. يعني حاجات مش مع اي حد. تمام. تغيير الوان الخصوصية. تخش على درو قبل وتضيف الملف ده عن تيل. تمام. وهتنزل تطلع فوق كده سنة، هتلاقي درو قبل نايت. تمام. درو قبل نايت 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 نايت. هتخش كده على درو قبل نايت فيرجن 8. تمام. بعد كده هتضيف الملف في درو قبل نايت فل، وهتضيف الملف ده كده الأوامر، وهتنزل بقى تعيش حياتك. تنسخ ده نسخ. تمام. ننسخ ده لكن نسخ ده برضو هو الملف اللي هتحطه، يعني فمش حوار يعني. تمام. فانت تبحث عن عن كارد فيو. تبحث هتفرد السهم وتفتح الملفات اللي هو جوه الملفات يعني. راح جاي باحث ضايف بقى الملف بتاعك باك جراوند. تمام. شوف كده لو في حاجة مثلا. لا طبعا مفيش حاجة يعني. تمام. هتروح جاي مبدل فل، وتيجي على الملف التاني كده. ده كده تبحث برضو، تروح جاي برضو مبدل. تمام. تروح جاي مبدل. تمام. وتعمل حسب
انت جاي مسح على الملف بتاع الاوامر كده، هجي اعمل بيلد. انت ممكن برضو ايه تروح جاي بدل ما تضيف الملفات كلها تضيف الملف اللي انت عايزه مثلا زي السيتنج، فاهم؟ تروح جاي ضايف وخلاص تريح دماغك، بدل ما يظهر لك مثلا حاجات في الاستيت او كده. بس الحاجات دي يعني ايه، يعني هنشوف كده الحاجة هي عملت في الاستيت ولا ايه. بس لو عملت برضه مش حوار يعني. انت عندك اللايت هتلاقي لون فاتح، وفي الدارك هتلاقي لون غامق، وعايز تغير الالوان هتغير الالوان عادي. تغير الالوان ازاي برضه بالمرة؟ عشان ايه؟ دروابل تمام، فيرجن 2 هتنسخ الامر ده كده نسخ، بس الالوان اللي هتطلع هتكون حلوه تمام. ده جاي ايه حاطط ده كده لصق فل، وتروح جاي ايه بقى مغير بقى، تروح جاي مثلا عاملها كده كده، تروح جاي مغير مثلا ايه كده براحتك فاهم، وتختار اللون وتروح جاي ايه نسخه ده يظهر لك، وتروح جاي حاطه مكانه. بس ده انت كده غيرت. واللايت وفي الدارك برضه نفس النظام. طبعا النسخة حملت تمام، جاي مثبت كده. ودايس على فتح. بص الاكس عملها لك في الايه في بص اللون، يعني اللون يتكلم عن نفسه، لا يتكلم عن نفسه. المشكلة بقى ايه بتكون بقى في الحالة مثلا، فاهم؟ تلاقي مثلا حاجة زي كده، لا مفيش حاجة في الحالة برضه، فعادي يعني فاهم. برضه الاعدادات كده اهو تمام. طبعا انت الاعداد دي بتغير اللون ده، اللون ده هنغيره في ايه، في في ساعة تغيير الالوان تمام. اللون ده هيتغير تمام في الفيديو اللي هو بتاع تغيير الالوان بقى بتاع النسخة كلها. وانت جاي عامل فاتح كده تمام، هتخش برضو هتخش برضو كده تمام. شايف اللون حاجة نفس النظام، ولا بتغير في اي حاجة. اللون قدامك اهوت تمام، لا محتاج انت تظبطه ولا تعمل اي حاجة، اهو على وضعه كده. عايز تغير بقى فيه تغير، عايز تفضل فيه خليه مش حوار، براحتك انت تمام. ممكن انت تعمل لون احسن من كده. بص دوست عليه برضو نفس النظام فاهم، يعني حاجة حلوة يعني، وبراحتك انت. هو دي بقى ايه الصدمة تمام. ان شاء الله في الفيديو الجاي، يعني تابعت الفيديو الجاي هتلاقيني بقول لك تعمل ايه عشان تغير دي تمام. انت كده ضفت، هقول لك ايه الملف المسؤول عن تغيير دي. انت تروح جاي مسح الامر تاني وتحطه تاني يغير دي، ان شاء الله في الفيديو الجاي. طيب والسلام عليكم، يكون كده خلصنا، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.